الشخصيات الرئيسية لهذا الفيلم كانت تضم الممثلة الشهيرة إيمي والراجل الشجاع والمغامرة جين. إيمي كانت تلعب دور صحفية تبحث عن كنز مفقود في أحراش المغرب، بينما جين كان يؤدي دور دليل محلي يساعدها في مهمتها. بدأ التصوير في الأسواق التقليدية لمراكش، حيث كانوا يلتقطون مشاهد مذهلة للثقافة المغربية المحلية. أصوات الباعة ورائحة التوابل وألوان السجاد المتنوعة كانت تضيف مادة جمالية للفيلم. لكن الأمور تعقدت عندما علم الفريق أنهم بحاجة إلى إضافة مشاهد مثيرة يتم تصويرها في الصحراء الكبرى. تحدي جديد كان بانتظارهم حينما قرروا التوجه إلى مدينة ورزازة، حيث كان من المتوقع أن يواجهوا ظروفاً مناخية صعبة. في ورزازة تشكلت الرمال في أفق يشبه اللوحات الفنية، ما جعله مكاناً ساحراً لتصوير المشاهد. بينما كانوا يستعدون للمشهد الرئيسي حيث تجد إيمي الخريطة التي تقربها من الكنز، واجهوا عاصفة رملية مفاجئة. بفضل العمل الجماعي والتكنولوجيا الحديثة، تمكن الفريق من العودة بالسلام إلى مراكش مع مشاهد لا تنس أضافت بعداً جديداً إلى الفيلم. هكذا قدم تصوير هذا الفيلم تجربة لا تنسى لكل من المشاركين والجمهور، وأظهر للعالم سحر المغرب الذي يجمع بين الحداثة والتراث في توازن مثالي.